السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المتابعين، أهلا بكم في فيديو جديد من تغطيتنا لعملية إنشاء استاد الجيش المصري بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية. كل عام أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. بالنسبة للأعمال اللي بتتم في الاستاد، أول شيء هنتكلم عنه هو بند زراعة النجيل الطبيعي. الحمد لله تم توريد البذور النجيل الطبيعي اللي هيتم زراعته في الملعب، وتم تحديد إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هيكون زراعة النجيل الطبيعي أو رمي البذور للنجيل الطبيعي إن شاء الله في الملعب. زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو، البذور بالفعل تم توريدتها اليوم في الموقع، وان شاء الله يعني محددين بشكل مبدئي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله يكون الزراعة، او يوم الاثنين على حسب بعض الاعتبارات كده هتحدد اليوم اللي احنا هيتم فيه الزراعة ان شاء الله. وطبعا في بعض اصدقائنا على القناة هنا عندهم يعني استوضاح اكتر لمواعيد الزراعة. البذرة اللي هتزرع دي بذرة صيفي، وموعد الزراعة بتاعتها موعد مثالي الايام دي. درجة الحرارة رمي البذرة ملوش علاقة بالاسم بتاع البذرة، هو اسمها بذرة صيفي لانها هي بتنمو ليها دورة النمو بتاعها، بيكون اغلبها في فصل الصيف وبتستحمل درجات الحرارة. أما رمي البذرة أو بداية رمي البذرة بيكون في شهر 3، من أول نص 3 لحد نص شهر 4، ده الموعد المثالي لرمي البذرة. ده بالنسبة لأعمال الزراعة اللي موجودة في الملعب. أعمال تركيب الكراسي في المدرجات، انتهينا من الدور الأول في المدرجات بجميع الدرجات اللي فيه، وشغالين في الدور الثالث والدور الثاني. إن شاء الله بإذن الله هتستمر الأعمال في الاستاد، وإن شاء الله في تغطية خاصة لزراعة البذور إن شاء الله لما نبدأ نزرعها في الملعب. شكرا لكم ولمتابعتكم، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.